بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. احنا متفقين اليومين دول ان احنا نعمل أصناف ما توقفناش في المطبخ كتير علشان الحر. النهاردة أنا جايبة لكم صنف زي العسل، سهل جدا، مش هيوقفنا أكتر من ربع ساعة. عندنا هنا صينية لسان العصفور بالكبد، خفيف في الأكل وخفيف في العمايل وجميل جدا ومفيش مواعين ولا أي حاجة. عندي هنا طاسة كبيرة فيها معلقة كبيرة من السمن البلدي كده حلوة، وشوية من الزيت بس علشان يعني التحمير ما يبقاش تقيل قوي، بيبقى سمن بس بيبقى تقيل قوي، فبحب احط سمن مع زيت. وبنزل هنا بكيس من لسان العصفور زي ما احنا شايفين كده. انا لقيته هنا قليل شوية على الكمية اللي انا عايزاها، فكان عندي لسان عصفور حطيت حوالي مثلا نص كوباية كمان ازود بيها الكمية بحرية شخصية. اعملي الكمية اللي انت عايزاها وتناسب عدد الافراد اللي عندك. ايدك على طول في لسان العصفور تقلبي فيه، طبعا عارفين ان عشان كله يبقى لون واحد كده تمام. وفي صينية عندي هنا بصلاية مبشورة، يستحسن ويفضل انها تبقى رفيعة مبشورة في المبشرة علشان البصل يكون رفيع. يا دوبك بس بحط معلقة سمنة فيها وبديها لون ذهبي كده خفيف، وببتدي انزل بالكبد بتاعتي اللي انا محضراها كده تمام. الخطوات لحد كده ماشية مظبوطة وبهدوء وكلنا شايفينها واضحة، مفيش اسهل من كده. بنزل هنا بالكبد. الكبد دي ما بتاخدش في الخطوة دي غير بس شوية ملح وشوية من الفلفل الاسود. هتحطي معلقة ملح ومعلقة من الفلفل الاسود، بتبتدي تقلبيها. لو احتاجت مثلا ربع كوباية من المية بتسيبيها على النار تاخد وتدي كده لحد اما تستوي. وعندنا هنا لسان العصفور خلاص اتحمر، انا رفعته من على النار. حطينا عليه رشة من القرفة، ودي تركة مهمة جدا بتقلب الصينية بتنقلها في حتة تانية. وعندي معلقة من الصلصة المعلبة، يبقى رشة من القرفة ومعلقة من الصلصة المعلبة. خلاص كده الكبد اتسبكت وخلصت عندي، طفيت عليها. بنزل بقى بكمية لسان العصفور اللي انا عملتها على الخلطة بتاعة الكبد والبصل اللي احنا عملناها مع بعض كده تمام. بظبط الصينية بتاعتي. اظن يا جماعة خطوات سهلة ومفيش اسهل من كده، ما تضطريش تقفي بقى كتير وتعملي خطوات والدنيا حر. فيعني اكلات السريعة السهلة دي بتبقى مفضلة للجميع. وطبعا عندي على النار هنا شوربة مغلية، لو ما عندكيش شوربة حطي مكعبين مرقة ماجي على كوبايتين مية، وابتدي اظبطي الشوربة بتاعت لسان العصفور زي ما بتعملي الرز بالظبط. يعني الكمية اللي تطلعهولك مفلفل وحلو، ما تبقاش لا زيادة ولا ناقصة، بس تكون الشوربة مغلية او المية بالماجي اللي انت هتحطيها مغلية برضو. خلاص كده انا ظبطت هنا الكمية مظبوطة عندي. بتغطي الصينية وبتقفلي عليها بورق فويل. قبليها بربع ساعة بتكوني مولعة الفرن على درجة حرارة 200. الصينية دي بتقفلي عليها كويس جدا وبتحطيها في الرف الأوسط على الشبكة، بتستوي وبتبقى زي الفل. في الآخر بس بتشيلي ورقة الفويل وبتديها وش على تحت الشواية لون بسيط بس كده. هي كده خلصت، خدت بالظبط حوالي نص ساعة و5 دقايق وكانت زي الفل زي ما احنا شايفين كده، مفلفلة وجميلة ومستوية، وشايفين الكبد جميلة ازاي فيها. والطعم يا جماعة والله خطير، وأكلة سهلة وسريعة وما خدتش مننا وقت. ايه رأيكم بقى؟ يلا بقى يا جماعة ادوني لايكات وشير وسبسكرايب للقناة للي ما عملش اشتراك في القناة. بجد بجد الصنف هيعجبكم جدا النهاردة، وتحياتي ليكم.